صرمايتك على راسي، صرمايتك على راسي، بس والله العظيم لا حشاك اخويا بس ايش؟ والله العرس الخطوبه اللي سويناها لسه ترى في اجزاء ثانيه. بس امانه ربك ايش رايك؟ والله يوجد. لحظه بس شويه، لك عيسى افتح جوله اولا، بدي ابعت ناس عند حدا عزيز علينا. اخواتي علي الفرفوشي، علي كريم عم يبعت لي، اوكي؟ معه شخص انا ما بطلع معه، بليز بس روحوا قولوا له سيف سلم عليك، سيف بيسلم عليك وبيقول لك انه خلص بس تكون لحالك بيطلع هو وياك، ما عنده مشكله، ما بده مشاكل. ما تحبوا ميمة؟ ما بدي وجعة راس. لا والله مرة طيب. بس اسمع بقول لك شيء، السؤال الدايركت هو حتصوت وحده غدارة ما بحبها انا، الغدار ما بحبه. الغدار ما بحبه. حتصوت لمين؟ كلمت حبيبي انت تدخلت بشق ولإيدك. لحظه شوي لابطش بوحده، روحي قولي لإلك ولاصحابك ايدك وما تعطي، وصرميتي على راسك ولي انت وياها. يلا ولي احطي. ايه كمل حبيبي لك عيسى. لا بس عم بيهددني لانه انا بس حدا يهددني هيك معه. طيب اخويا حتصوت لمين في الفاينل؟ لحسين وايفا. اشمعنى؟ ما بعرف بس يعني عن جد هو تيجي تسالني بقول لك انا عن جد ما بعرف. يعني في كوبلات كمان بحبهم، عرفت كيف؟ بس انه حسين وايفا ما بعرف ليش. من الاول قررت انه حسين وايفا على فكره، من الاول يعني، مع انه ما عندهم احداث وما عندهم افلام. ما عندهم شو افلام يعني ما هم لسه دوبهم هلا انا اصوت لمين؟ وردتين يا جماعه الخير. انت لمين بدك تصوت؟ انت لمين بدك تصوت؟ ما اعرف وردتين يا جماعه الخير. ايه عم يسالوني عن موضوع اميمه لانك انت حكيت. اخواتي باي ذا واي، يعني باي ذا واي صار في شغلات خاصه ببرنامجنا كمان يعني، اوكي؟ قديمه يعني، اوكي؟ انا بحب معها هي، انا ما بحكي بهالشغلات، خلوها خطونا من الموضوع خلص. لا بطلع معه ولا تطلع معي وخليها الامور تمام. علوش بحبه انا وصاحبي وكل شيء، بحترمه جدا، بس يعني خلي هو هلا بعرف في ترند بينه وبينه، بحترم هذا الشيء، بس كمان لازم يحترموا علاقتي، صح ولا لا لك عيسى؟ طبعا ما بدنا مشاكل وجعة راس. ايه عادي يعني اخويا. طب دحين المهم انا كمل لمين؟ لمين حتصوت؟ ما اعرف انا. وين امل؟ نايس الحلاقه. طب يلا ايش رايك بمناسبه الحلاقه تفوزني؟ شوف انا في ناس معينين ايمن والله هلا تذكرت الحلاقه. شكرا. في ناس معينين احبهم بس ما احب اللي هم يكونوا يحبوه. لا انا لك في للامانه في كذا شخصيه يمكن صرح له اول مره للوك عيسى. انا شخصيا بغض النظر عن هن دورهم بالبرنامج عملوا منيح ما عملوا منيح، في كذا شخصيه انا بعزهم، عرفت كيف؟ بس صراحه الاكثر علاقه ححسها مهضومه، يعني هلا بعد ما شفناها، ولكن بحس حسين وايفا حيكونوا اكثر علاقه مهضومه. انت شفت الحلقه اليوم؟ ايوه لا يعني بس ما شفتها كامله، ما شفتها لما دخلت. ما شفت لما دخلت ايفا؟ ما والله ما شفت، بس شفت كثير. امس شفت لما كانوا بيتضاربوا مراد وتامر. ميرا كفو يا ميرا. ايه مراد وتامر مين معه حق؟ بعيدا عن مين معه حق، انا طبعا ما اعرف المواقع، يعني ما اعرف الفويسات، ماني فاهم كنت، بس اسلوب مراد مره سيء. مراد معه حق وبالصرميه كمان، مش ايوه مش شوي بالقوه يعني كثير. ايوه انت ما تحب يعني مفكر كثير. هيدا اقوى موقف لمراد كان معه حق فيه، يعني اقوى موقف بالفيلا كلها لهالدرجه. عشان ضد تامر ولا عشان فعلا معه حق؟ لا والله العظيم حلفت والله العظيم لا. زلمه واضح وصريح عم بيقول لك اياها بوشك. ليك انا بحترم الناس يا لوك عيسى اللي بتيجي بتقول لك بوشك خيي انت ما تنافقني ولا نافقك،
لا انت رفيقي ولا انا رفيقك، لا انت طايقني ولا انا طايقك، على شو بتقول خيي؟ خيي لا انك خيي ولا انك صاحبي. اقول لك شيء، الاسلوب نعمه، الاسلوب نعمه، حتى لو كان كلامه صح، حتى لو كان كلامه صح، الاسلوب نعمه. حلو انه الواحد يكون عنده اسلوب، انك انت تقعد تتكلم انا ما بطيقك مو ترى عمره ما كان الاساءه والتجريح في خلق الله ايش اسمه انجاز وبطوله. عدل اسلوبك، قول له تقدر تقول له اي شيء تبغى تقول له، اي شيء تبغى تقول له قوله، بس قوله باسلوب حلو. فيه اسلوب، اسلوبه كان مره يعني انت بنظرك كان اسلوبه مش حلو مع تامر؟ والله العظيم، والله لو كنت مكانه تدري انا ما اعرف الموقف، ما اعرف الموقف ايش اسمه فويسات مع فويسات، بس احس لو كنت مكان تامر والله اني ما ارد عليه. ايش الاسلوب اللي بتتكلم فيه؟ على اساس انه انت تكون صاحب ولا تكون اخويا؟ قصدك اسلوبه صعب؟ قصدك اسلوبه صعب؟ خلص تليفونك. عنده تليفون دقوا له يمكن. لا والله انا عجبني موقف مراد، لا والله. يمكن هو عصبي، اتفق. يمكن ما بينقي مرات كلماته، كمان اتفق. ولكن شو عشان الواحد قال كلامه بعصبية وهو كلامه معه حق بنقول لا ما مش ظابط كلامه؟ شو المنطق هذا؟ شو هالمنطق اخواتي؟ ولو حبيبي ابو حماد، نحن بيهمنا اوكي شيلك عن الاسلوب، اتفق انه عصبي هو، اتفق انه بعض الاحيان اتفق اسلوبه متكبر، ولكن ما معه حق، ما معه حق على اللي كان عم يعمله تامر جوا الفيلا وبرا الفيلا. ولو شو فيكم اخواتي؟ ولو اذا مش طايق حدا لشو مشارك؟ بس ما هو كان اول شيء طايقهم كلهم، بس بعدين ما بقى طايق حدا وشايفتيه اغلب الاوقات عم يقعد لحاله، وهلا يعني شوي صار عم يمزح وقصص وخبريه. في اخواتي كل واحد عنده رايه، كل عنده وجهه نظره. انا بالنسبه لإلي بحكي من منطلق المواقف اللي بشوفها، المواقف اللي بشوفها على القليله ولا مره غدر، يعني على القليله. يعني انا معك، بحبك، بكرهك، نقطه انتهى. طب يا جماعه، يا كوكيتا، مش قصه متعارك، ما صار في حكي بيناتنا، ولكن الشخص اللي لفهمك، الشخص اللي بيحفر لك من تحت لتحت، في اشياء بيعملها من تحت لتحت، اوكي، وانت تعرف فيها وتسكت عنها، وتعرف انه حتى الموضوع بطل خصه بالبرنامج، صار خصه برا البرنامج وعلى برنامجي، احسن بلاها. اوكي، بعتقد بالتحليل بننصف الكل، بس انسوا ما برجع اقول لكم ما بدي احكي بالموضوع، عن جد ما بدي احكي بالموضوع. لو بدي احكي بالموضوع كنت حكيت فيه باللايف. اخواتي انا مش من النوع اللي اذا صار شيء او صار قصه خبريه يعني فيني اتغاضى عنها، مشكله بيني وبين حدا فيني اتغاضى عنها وخلص اكتفي بالسكوت وبس ما احكي مع الشخص. ما بحب اطلع واحكي عنه وشهر، يعني خلص هلا حيدر هلا حبيبي، ماني من هالنوع يعني، الا اذا مشكله اساسيه ومستني وكانت على اللايف برد على اللايف، مش على اللايف ما بحكي. عرفتوا كيف؟ طيب وين علوك عيسى؟ راح يعني خلاص؟ خي انا لكم بس شغله صغيره، زكيه انا وزكيه بنتخانق قد ما بدك، بس ولا مره زكيه عملت شيء لهالدرجه بوشك صاحبة صاحبها.
وبنتخانق انا وياها، مرات بنتقد عليه، عم تنتقدني وهالخبريه بتعرفوا ذكيه، اوكي؟ ولكن ولا مره اوكي، ولا مره، لولا اذا عم تحكي عن سيزون 2 ما كنا رفقه بعض، بس صرنا رفقه. هي هيك، فانا متعودين على بعض، عرفتوا كيف؟ بس هي لوك عيسى مع مين؟ وينه؟ طلع مع حدا يعني؟ مسكر يمكن. وين لوك عيسى؟ سكر يمكن، صح؟ سكر لانه ما مبين عندي. هلا خي ابو ستاف، هلا حبيبي. المهم خلينا نرجع لموضوعنا. مين قال لك انه انا في كره بيني وبين حدا من المشتركين؟ يا جماعه شو فيكم؟ يعني ضروري اكره حدا؟ اذا انتقد حدا بكرهه؟ لا. شو بدكم بهالشغله؟ لا الارنوب خصومه بينه وبينه، الارنوب اكل لي حق، هذا شو خصه بالانتقاد؟ هذا شيء غير يعني. في ناس بيخلوك تعلق معهم، تعرفوا ما ورا شو؟ والله العظيم مش عم بمزح. حبيبتي عموله، شوف في ناس فانزون بكرههم فيك، يعني فانزو بكرهك فيه، مش ضروري يكونوا عامل شيء هو. قولوا له لملاذ مين الارنوب عشان بس تعرف يعني، والله ما عم بمزح. اوكي؟ وصابره وحده من هون الناس، بس لا يعني ما هي ليك. انا ما بصدق انه في فانز هالقد عنده تحركات واسعه ومستمره من غير ما يكون صاحب الفانز عارفين فيها وعم يقول لهم ايه روحوا اعملوا هيك. ممكن ينعمل شغله ماشي، لا والله خلود بتضحكني انا باللايفات صراحه، ابدا لا. فهمتوا كيف؟ ما في مجال للصلح، يرد الحق لحقه وعادي. بيعرف شو عليه، قل له رد له حقه لسيف، بيعرف شو عليه هو. المهم خليني نكمل بس. فانا ما بقتنع انه صاحب الفانز دائما ما خصه، ما بعتقد يا فريحه. عرفتوا كيف؟ فمن هالمنطلق بتقول على راسي والله اخواتي، على راسي والله اخواتي فانز ايمان وايمان. شكرا لايمان كمان يعني على الكلام الحلو اللي قالته. المهم مع انه ما بعتوا لي، بس عم بيقولوا لي يعني بالكومنت. anyway فانا بالنسبه لإلي ما بقتنع انه هيدا صاحب الفانز ما بيقدر يطلع ويقول لفانزاته وقف. ما بتركيا يا ارلت، انسى، حدث ولا حرج يا كبير. شو صار معك؟ شو هالتليفون القوي هيدا؟ عم بقول لك العرسان وصل لي شو اسمه جاني اوردر. تعرف شو بحسه انا؟ كيف؟ تعرف شو بحسه؟ بحسه اجى دق له حدا من العرسان قال له يلا كمل اللي عملته امبارح، كمل الخطوات اللي عملتها امبارح، يلا رجعش معنا. اقسم بالله والله ليتك كنت معنا والله، بس امس كان اكثر شيء يضحك في الحياه والله. تخيل انا حسيت، تخيل الناس قاعدين يرسلوا لي رسائل شكر وتقدير على انه انا دخلتهم مع بعض ضل 8 شهور ما دخلوا مع كذا، فهمت؟ مره كنت مبسوط يعني. عمو ابى اكمل لك اخويا. شوف الحين انا ما طبعا قلت لك ارجع لمره ثانيه، انا ما اعرف مين صح من غلط، بس انا اعرف اسلوب مين كان غلط
يعني انت الحين لما تقعد تتكلم مع واحد تقعد تقول له انا اقول بيتكلم بطريقه قسما بالله، تدري انه انا مرات عارفه يعني دخلنا مع بعض قبل كده، وهو يعني الشخص لطيف كده بدون برنامج، بس في البرنامج 0/10. معلش في البرنامج 0/10. حلقات وحلقات للامانه، حلقات وحلقات يا لوك عيسى والله. ما تنظر بيعاني جمهور، انظر بيعاني مشاهد. اخويا بقول لك شيء، انا جمهور حبيبي. لما يقعد يتكلم بطريقه طول الوقت زعلان. مره من المرات صار موقف الكرسي اللي يعني ليه كده بتسوي؟ مره مو احلى شيء، معلش مره مو احلى شيء. ماشي انا معك بانه مرات بأوفر مراد بردة فعله وبتصير مزعجه للاشخاص اللي قدامه، انا معك. ولكن بدي اقول لك شغله يا لوك عيسى وانت حتفهم. يمكن انا وصلني هيدا الفايبس منه. اوكي، اذا انت قاعد بمكان وحاسس هالمكان كله نفاق وكذب، شو بتحس؟ وما قدران تكون جزء منه، شو بتعمل؟ اقول لك شيء، ما اشارك والله العظيم، ما اشارك من البدايه. هو هذه ثاني تجربه له. اول مره ما كان يعرف انهم منافقين وكذابين، انصدم انه طلعوا منافقين وكذابين. كان يعرف من البدايه وراح. من البدايه ما يشارك، بس من البدايه يقعد في بيته، ما يحب النفاق ما يحب المشاكل. من البدايه ما يشارك. الله واحد، نكون صريحين. يعني هو اول مره لما هو كيف بيعرف؟ انا معك، بس هو كيف بيعرف انه في نفاق قبل ما يفوت؟ اول مره انصدم. هو مو اول، كل اللي جابوهم يعني اشتركوا قبل كده. اللي جابوهم اشتركوا قبل كده وكلهم عارفين جو الفيلا، كله مشاكل وعصابات. اللي كان معهم بالسيزون 3 هن خلود ايمن تامر. لا خلود ايمن تامر. لا انا اقصد يعرف الفايب. ممكن تفوزوني يا جماعه الخير؟ على فكره بالسيزون 3 ما كان هيك الموضوع. والله ليك بالسيزون 3 ما كان هيك الموضوع. والله ما كنت اتابعه صراحه، ما كنت اتابع بالسيزون 3 كانوا حزبان. بالسيزون 3 كانوا حزبان، اوكي، بس كل حزب متمسك ببعضه، ما في هيدي كل واحد عم بيغني بميله. فهمتوا كيف؟ هالسيزون غير كل سيزون والله ما بعمل. انا عني لو ابغى اصوت ما اصوت، يعني ما ادري، احب خلود بس ما اصوت لمراد صراحه. على تصرفاتي دي والله ما اصوت. ما حتصوت لخلود؟ احب خلود مره، احبها والله، احبها صراحه. بس هو لازم اثنين، هي اختياراتها ما كانت احلى شيء من جد. واحده قالت لي مش محتاجك مراد. انا ماني قاعد اقول مراد يحتاج، انا قاعد اعطي رايي فقط يا جماعه الخير. مو انتوا والله انتوا ناس تافهين، وانتوا على الاغلب يعني ايش التفاهه دي؟ انا بعطي رايي، اللي يبغى اللي متفق يتفق، اللي ضد هذا رايي، وانا لازم كلنا نوقف بالصف احد ما عشان نكون واو. لا حتى عندي انا كمان في بعض الناس ما عجبهم. عادي الحرق خذها كلنا. لا خيك صغير وما عجبه، اختك الصغيره وما عجبته رايك وقال لك كلمه مش عادي. طيب يعني بس الحرقوا اللي مو عاجبه رايي ياكل عندي انا مره بيتفقوا معي مرات لا، عادي يعني ما اخوه ببعضينا. ايوه عائله ببعضينا. معلش كل واحد يعطي رايه. انا والله وشفت مراد انا بنتابع بعض. انا لو وصل له كلام عارف انه حيزعل مني، بس هذا رايي اخوي، هذا رايي. معلش انت مو ما تحب النفاق، انا كمان ما ابغى انافقك عشان انتم بنتابع بعض واقول لك انك انت واو، اسلوبك سيء، تصرفاتك سيئه، بس خلاص. طب هلا اسمعوا حاسال سؤال للوك عيسى كثير حلو. اخواتي ليه ما عم تكبسوا طيب ولك؟ كبسوا لك يا جماعه الخير. ممكن تسلموا الطياره. ايوه ممكن ترسلوا لي اسد منيحات، مش طياره اكثر من اسد. لا منيح. طيب المهم على اساس انت تحترم، انا بحترم كثير، بس حدا لما بيسبني انا بسبه اكيد يعني طبعا. والله انا مش من الناس اللي ضربني كف بدر له لا الايسر، لا حبيبي، بسبني بسبه. ايوه تحكي رايك بحكي رايي عادي. طيب اخويا انت ايش بتقول؟ بدي اسالك سؤال صار امبارح. اسالني. امبارح كان تامر وفيدال، مين كمان كان معهم وايمن وحدا رابع ما بعرف مين. المهم مش هون القصه انه فيدال بعد ما نزلت طلعت هي ومراد وصار يبعث لتامر
وترفضه. وكانت قاعده مستمتعه مع مراد وعم تغني مع مراد. ايوب اوكي ايوب مستمتعه مع مراد وعم تغني مع مراد وهيك، وسكر تامر. شو تحليلك للموضوع؟ انا على اليوتيوب، فاتح على اليوتيوب اخواتي. اقول لك شيء، انا ماني محلل. طيب استغرب انت بفلك المعلومات دي. تخيل انت بفلك المعلومات عم شوفهم. لا كيف عرفت انه عندي هيدا؟ انا بقول لك شيء يا سيف دقيقه. امس في ناس كتبوا لي والله انه قالوا لي خلي المحللين يتكلموا عن البث اللي صار امس. كونك انت محلل اروح ارجع اتكلم عن اللي صار امس. ايه انا اللي صار امس من اي ناحيه قصدك؟ قاعد اتكلم عن حميد من اي ناحيه؟ يعني هل تشوف ان هم لا زالوا حميد وخلود؟ والله لك صراحه ليك انا ما حضرت النص الثاني من السيزون 3 لاني كنت عم صور برنامجي، ولكن شفت اكسبلورات. شفت خلود لما كانت مع ايوب كيف، ولما كانت مع مراد كيف هلا، ولما الاكسبلورات بينه وبين حميد كيف. للامانه اكثر حدا كنت يعني كثير معه حميد. كان واضح الحق كان واضح. صح. وردتين يا جماعه الخير. الحق يا جماعه الخير وردتين. المروض اخوي اهلا وسهلا طياره يا جماعه الخير وردتين. الحق كلامك صح مليون. تخيل انه انا العكس، انا ما شفتها مع ايوب، ما شفتها مع ايش اسمه بس مع ايوب ما شفتها مع مراد، شفتها ومع حميد كمان ما شفتها الا في الاكسبلور. والله مره كانوا لطيفين. يعني ابى اسالك سؤال، هل تحس انه خلود لا زالت نفسها في حميد؟ انا شفت الاثنين نفسهم ببعض. ايه الاثنين بس هي الفكره كل حدا منهم مش عارف كيف يبادر. هي القصه، كل حدا منهم بتحسه بده بس مش عارف كيف يبادر. يعني هي حلو. لا ما عليك. شو بقى عم يربحني لوك عيسى؟ عم يربحني طول ما لوك عيسى حتى في الموضوع حيبادروا نص. ابشرك حيبادروا نص. مين حيبادر الاول؟ بس حميد حيبادر عشان حميد حيبادر اولا لانه هو اللي غلط. يعني اتكلم عنها كذا بطريقه مو احلى شيء، فهو حيدخل معاها. واقول لكم السيناريو ان شاء الله مستقبلا ايش حيصير. حيدخل معاها وحيعتذر عن التصرفات اللي سواها دي كم مره وكذا، وحيرجعوا يعيشوا حياتهم العاديه بمنتهى السلام. ايوه بس يعني انت فان تدري ناس يقولوا لي لا تتكلم هنا، ترى يكره خلود. يا جماعه الخير هو شخص متقبل، يعني انه يكرهها مو معناته انه هو ضد انه وليه اللي عم يكتب لي وليه انت وياها مش انا بقول لهم. انا لما سكروا لي اكونت لخلود قلت لهم جيبوا لنا خلود بدنا نحضر لايفها نضحك مهضومه. خلود بس احضار لايفها لحالها، ما تطلع مع مشتركين مع حدا. والله من احلى اللايفات. والله تقعد تخبرك خبريات، تقعد تخبرك قصص. انا بقعد رواقي معك بس بنتقدها طبعا، بنتقد الكل. ايه طبعا يا حبيبي. يا جماعه الخير الانتقاد مو كره. الانتقاد مو كره. شيء والكره شيء. اللي كتب لي 106 انت واهلك 106 يلا ولك. كم 106 انا كمان كتبوا لي بس 106 يعني 106 يعني الوان يعني. يا راجل ايوه كمل. ايوه لا انا شو قلت لكم شو معناتها. اللي عم يسالني عم يسالوا حتى بالكومنت عندي، قلت لكم جواب. طب يا اخويا نرجع لموضوعنا. انا متى انا كمان اصير متسابق؟ طبعا صرت افهم جزائري وافهم مغربي وجزائري وتونسي، ثلاثه بفهمهم صرت. كمل لك عيسى. متى اتاخذ؟ انا ابى اروح برنامج، ابى اي برنامج. اي برنامج مهم تحب وتنحب. والله طبعا اكيد تعرف انه مو المهم، الفايب المهم. الفايب اسوي مشاكل وكذا والناس يصوتوا لي عشان ما ادري. احس دائما عندي، انا متاكد اي برنامج ادخله حينجح كذا في بالي. انا عندي احس اي برنامج ادخله ينجح كذا، عندي ذي القناعه. طيب انا بدي اطلب منك شغله.
ما زالك هيك انت فاتحه نفسك عم تقدر توفق علاقات كانوا الناس حابينها وما نجحت وعم تنجح على ايدك. اخوان تكبيس من النار، تكبيس. اللي ما بيكبس ان شاء الله ما بينبسط اليوم. ما فينا ندعي دعوه كبيره، حرام. في ناس صافين معي. اللي ما بيكبس ان شاء الله ما بينبسط اليوم. طيب قول. ما زالك هيك يعني هلا خلود وحميد. شو رايك بانه كمان عايشه ومرتضى؟ ما اعرفهم. عايشه الكويتيه. ها؟ لا ما عندي مشكله. تخيل انا يلا كمل معروفك. بتوافقني اخواتي ولا لا؟ كمل معروفك يا كبير. اسمع والله انا رسلت لي رسائل امانه شو اسمه فرح واحمد مرتضى وعائشه كذا قاعدين يرسلوا لي باقي فلان وفلان كذا. هلا فرح على ما اعتقد فرح بعلاقه، بعتقد يعني لانه تصور مع شخص يعني. انا الحين مركز على علاقتين، اهم علاقتين. صح اخواتي؟ مش فرح بعلاقه قالت؟ انا تدري مركز على علاقه مين؟ مركز على علاقه ايش اسمه اليكس وصفاء وعلى خلود وحميد، يعني دول اهم شيء حاليا. صح؟ ايه. فرح ما فيها يعني، هي مخطوبه ما يعني بعلاقه، فما فيها يعني ترجع مع احمد. بس عايشه ومرتضى على ما اظن سنجل اثنيناتهم، ولا اخواتي ولا لا؟ اخواتي على قولتهم ورود وردتين سريعين. يلا هيك على حالك. يلا وردتين اذا بتحب نركز على الجوله. وردتين يا جماعه الخير. يلا ممكن افوز على اخونا سيف ولا مو ممكن؟ واليكس وصفاء حتى ما مره يجننهم. وردة اخيرا. كافو كويس. وي ما خلصت وردتين يا جماعه الخير. والله ما ركبت في عيني. شو وافق بحركم. مين قلت لي مين الاثنين اللي بدك اياهم يرجعوا؟ مو يرجعوا، في اثنين قاعدين يحبوا بعض دي الايام. صفاء واليكس. الارنوب وندى؟ لا والله ما برضى عليها لندى، حرام. شو بدها هالشغله؟ شو؟ صفاء واليكس. صفاء واليكس. ايه امبارح عامل مشكل عشانها. ايوه شوف معاك. انت كنت انا هو قال لي هو قال لي بعدين قال لي هو قال لي كانوا بيتكلموا معاك انت. لا انا شفت الاكسبلور. ايوه شفته اتكلم مع سوى مشكله. انا لما خلص المشكله دخلت معاهم وبعدين قالوا لي الموقف. ايش رايك فيهم؟ مين؟ اليكس وصفاء حلوين. صح والله حلوين صح. كثير والله صح. والله كثير. لا صح والله. لك صفاء بتستاهل يعني. واليكس رجال لطيف ووسيم ولا واليكس على فكره اليكس من النوع اللي بتكون معه منيح بيكون معك احسن. هيك لاحظ عليه، كون معه شوي منيح بيكون معك احسن. هو فعلا صدقت. خير ما قلت والله صح. فاليكس وصفاء بيلبقوا لبعض. بيلبقوا ولا ما بيلبقوا؟ بيلبقوا ولا ما بيلبقوا؟ ايش رايك؟ ابى اسالك سؤال. ايش رايك قصه؟ شوف ابى اسالك سؤال غريب بس تشفير. اسالني. صار موقف بين زكيه ولؤي وصديقه، بعدين قعدوا يطلعوا يتكلموا على بعض. زكيه ولؤي وصديقه. ايه بحلقه اليوم. حلو. ايه احكي. مو حلقه اليوم، قبل اسبوع تقريبا. اوكي ما شفت لما زكيه قاعده تتكلم على صديقه بالسوق، موضوع يعني كانوا برا ما كان في مدري ايه، ما كان في تصوير وصار. قصدك باللايفات مش بالحلقه؟ قصدك باللايفات؟ ايوه في الحياه الطبيعيه في اللايفات مو في الحلقه. ايوه ايه عرفت؟ ايه بدك اقول لك اياهم من الاخر. قول لي. زكيه اللي بدق فيها بتدق فيه وزياده. هيك على فكره بحلقه اليوم قالتها، اللي بدق فيها بتدق فيه وزياده. لو ما دقت فيها لزكيه ما كانت قالت شيء عنه.
طب ايش رايك في صديقه، تخيل لطيفه تعجبني الصديقه، تخيل. للامانه انا بحسها قلبها طيب، ولكن عندها عقدة العمر. عندها عقدة العمر. اي حدا بيقرب لها على الموضوع، لا هذا الشيء مش حلو لإلي انا بالنسبه لي. بس انا عم لكم شو ذكيه. اذا حدا قرب عليها هي بتقرب عليه وزياده. انا بالنسبه لإلي حدا كب عليك مي كب عليه مي، مش حدا كب عليك مي تقوصه. انا لا مش دول. بس مش معه حق يرد الواحد، معه حق يرد، بس بالطريقه لا. اوكي، فخليني اقول لك اي حدا بيحسسها او بيقرب عليها بمشكله ولو صغيره خاصه بموضوع العمر، او انه حدا بنت احسن منها او بنت احلى منها او اصغر منها، بتصير انسانه تانية وبتزودها للماكسيموم. بتصير سوبر دراما كوين. سوبر صراحه عم تزودها يعني. حتى على علي الفرفوشي كثير عم تزودها، مش شوي. اذا مره من حدا هي شو فيك روح من عندي، طب هو عم يمزح مع لؤي. يعني مثلا بحلقه اليوم هيك صار، يا اخي ما رح حدا قرب عليك، لدرجه انه لؤي قال لها انه ما عمل لك شيء. اتحمس. فهمتي كيف؟ ايه يعني بتأوفرها واليوم علقت بندى. لا هي لطيفة، عم بقول لك لطيفة، بس ما تقرب لها. يعني ما تقرب لها على هالموضوع. هي لطيفة والله، انا طالع معها كثير. هي لطيفة بس عندها حساسية كثير، يعني حساسة بهالموضوع جدا. فلما بتقرب لها على هالموضوع بتصير انسان بتتحول. هي عقدة، مو عقدة نقص، بس انه صراحة يعني يا اخواتي يا جماعه يلا وقت على السريع نسكر الجبل لو سمحتوا. شو؟ ارجع اتخيل وانا اتابعهم، اتخيل نفسي وانا في البرنامج ايش حاسوي، ايش حاقول كده. كون نفسك. اذا كنت ببرنامج نصيحة، اذا بدك تقعد تفكر شو بدك تقول وشو بدك تعمل، الجمهور حيشوفك على اساس انت متصنع ممثل. فوتوا مثل ما انت. والله الناس حبتك حتحب. ليش؟ لانه اذا مثلت وتصنعت بالبرنامج بعدين على اللايفات الطبع يغلب التطبع. ليك اذا بالبرنامج انت ضابط حالك يعني بوقت التصوير، اوكي، ما حتقدر تضلك ضابط حالك على اللايف وانت قاعد 5-6 ساعات مثلا ويوميا. رح تبان حقيقتك، رح تبان. هون الناس المشاهد ذكي جدا، خاصة انه اللي بيتابعوا هالبرامج عندهم القدرة على التحليل والملاحظة العالية جدا. انت تفكر حالك اذكى منهم، مستحيل يكون اذكى منهم. ففوت على طبيعتك. مثل ما بتعرف لوك عيسى، فوت نفس الشيء، واخر همك اللي حيحبك وين ما كان. ها هي. تخيل بقول لك موقف، انا وانت لنا ساعه، انا من ساعه متكلم على مراد، لا زالوا الناس قاعدين يتكلموا على مراد في التعليقات. اتخطوا يا جماعه، هذا رايي انا كده بشوف، وانا حر. مو مراد اللي انتوا قاعدين تطبلوا له وتحبوه بيقولوا انه ما يحب المنافقين. انا ماني منافق، بعطي رايي. لا اله الا الله يا اخي، خلص هو قال رايه يا جماعه، خلص اتركوا كل واحد بيقول رايه عادي يعني. واحد كتب لي احسن لك ما تتكلم على مراد، راح ياكلوك بلا ملح. يخسون يا جماعه الخير، والله ما حد يقدر يا بني ادم. ايوه اتكلم عن الرياضه. ترى هو برنامج يحرق ديوك انت وياه، هو برنامج. شو فيه؟ والله كله اللي اسمعهم اللي الاغبياء ايش اسمه يتكلموا على واحد، لما واحد يتكلم عن واحد والله يعني محسسيني كده قاعد اتكلم عن رئيس دوله، ولا بتكلم عن شخص عادي. من مراد ايوه اعطي راي ونص، اعطي راي ونص. ماشي الحال، مش الحال. عشان ابغى اشرشحهم. وشوف هيك ابغى اشرشحهم وينهم؟ كيف؟
والله خلاص يا جماعه قال لك ياكلوني والله والله يخسون يا جماعه الخير، والله يخسون ويعقبون انتم بس الله يخسون. خلاص بدك كلوا بلا ملح، كلوا لي بلا ملح. الله شوف واحد يتكلم عني، الله يا جماعه الخير ترى ما اعطى احد لسان ومنع احد، والله اللي لو مثلا دحين عشان تكلمت عنه مثلا زعل وكذا وهاجمني ومدري ايه وكذا، لا غلط حبيبي، انت ما عجبتني، انت ما عجبتني، انا بتابع، انا مشاهد، انا باخسر. قول لي قول. هو بدي اقول لك شغله، هو الفكره ما في الانسان يعرف حاله اذا هو بيتقبل انتقاد الناس او لا الا ليكون مبروك والله. ايوه لما تكون بقلب هالبرنامج، يعني مثلا انت لما بتكون مشترك بهالبرنامج بتشوف الناس عم ينتقدوك، بتشوف ناس معك وناس ضدك ومستلمينك وعم ينتقدوك، ميبي عم يتنمروا عليك، ميبي عم يضحكوا عليك، قديش مدى تقبلك للموضوع؟ بتحس حالك عادي؟ حتكون؟ انه شو اسمه، انه الناس لما ينتقدوني زي كده، اخويا شوف انا ما هي الفكره ايش؟ اصلا انا ما راح ادخل البرنامج عشان انا عندي مناعه من الهجوم، عندي مناعه يعني قلت لانه انا اتهاجمت قبل كده. ايوه اتهاجمت قبل كده ما حترد عليهم؟ لا لو في يوم من الايام حسيت ان انا ابغى ارد، هو على حسب المزاج. بس هو انا من الناس اللي ما ضد اخذ الحق، اللي يغلط عليك اغلط عليه، انا ما ضد المبدا، انا ما ضد مبدا اخذ الحق. ايوه بس هو على حسب المزاج، يعني احيانا ممكن اقول تدري خليها على الله برضه، فمن عفا واصلح فاجره على الله، خليني اصلح كده يعني، ما خلاص كده فهمت؟ انا كنت ايش اسمه طيب يعني ساعتها ما فيك تلوم يعني شوف عيسى. شوف ابى اقول نقطه بس، اخر نقطه معلش. انا لما اشوف الناس قاعدين يزعلوا من مصممين الناس، لما يزعلوا من المصممين يحمدوا ربهم، مو هاشتاجات انا رفعت عليهم في تويتر، انا هاشتاجات انا رفعت عليهم في تويتر، ويوتيوبر قد اللي طلعوا سبوني وما خلوا فيه حرف، وفي تيك توك وفي سناب شات يعني حقين قسم ونصيب ما بيتكلموا عنهم الا في التيك توك، يعني بتطبيقات ثانيه ما حد بيتكلم عنهم، بس انا يعني والناس كلهم عارفين. مو مين قال لك؟ مين قال لك؟ بالانستغرام اقوى من تيك توك بعد. ما شفت والله في الانستغرام، شوف فيديوهاتهم ثلاثة بالانستغرام، بالانستغرام اقوى من التيك توك بعد. وردتين. قصدك انه الناس تتكلم عنهم كده يعني، ما فاهم، اشرح لي وردتين يا جماعه الخير. لانه بالانستغرام ما كثير بيفتحوا لايفات والعالم فما بتروح، يعني ما قليل من المشتركين اللي بيروحوا بيفتحوا لايفات هونيك، بيفتحوا بس على التيك توك كلايفات، بس كاكسبلورات وفيديوهات وقصص وستوريات وخبريات. هلا انا بعرف كيف بعرف اخبار المشتركين، مش من التيك توك، بعرفها مثلا من الستوري انستغرام، او عاملين جروب لفانزاتهم بينزلوا لهم فيها الاخر الابديت. صح. الانستغرام عند المشترك اهم. ابو حماد صار له ساعتين عم ياخذ لك 7 ون، صار له ساعتين ياخذني رايح جاي. يا جماعه خلينا تروحوا الناتي، والله اخوي شوف انت انا والله شوف والله اتخطيت ترى لي كم سنه في السوشيال ميديا، خلاص لي فتره مره طويله، ما عاد يهمني والله احد من المصمم يتكلم علي، لك عيسى سوى ولك عيسى قال، مره ما عاد يهمني، فهمت؟ عادي والله ليك انا ما بيهمني اذا كان بحدود عدم الغلط على عرضي او على اهلي. عرضي وعلى اهلي لا والله ما حد يتكلم عن بدعس بقلبه. ما شفتك تتكلم عن احد، ما شفت. نعم والله في ناس ما بتفرق معهم، بيحكوا عن الاهل وعن الدوله وعن العرض ولا بتفرق معهم. بعدك انت ما قطعت لك يعني. انا بالنسبه لي طول ما الموضوع ضحك، يعني مثلا انا بيتسالوا بيقولوا لي كلمات، بيقولوا لي بيتمسخروا مثلا عشان انا ناصح مثلا، فعادي بتضحك، انا بقول لهم ما انا ناصح يعني، شو شيء جديد يعني، هو المفروض ضعف حالي برافو. فانا باخذها انه مثل نصايح انك انت لازم تحسن من نفسك وتضعف حالك، بس مش معناتها انه لا واختك لا، عرفت كيف؟ ما حدا يجيب لي سؤالي انا يعني مثلا اقول لك شيء دحين علشان بتصير في قسم ونصيب، يعني اي شيء الواحد من المشتركين سواه
نتكلم عنه هو اوكي لانه هو المشترك، اهله ايش دخلهم؟ اهله بالضبط. اهله دحين مثلا يعني مراد، انا مراد تصرفاته ما تعجبني، امه ايش دخلها؟ اسب امه ليه؟ اسب ليش سوت كذا؟ عادي سيدة بتطلع معنا ما هيك؟ تعال تجيب سيدة، تعرفها لسيدة؟ يعني شفتها وهي بتهاوش بتتكلم معاها؟ شفتها بتشرشح احد. يا بتهاوش سيدي كمان معاها؟ سنة عادي عادي ما كنت دخلت معاه، بس عادي ما عندي مشكله معاه. سيدة نجيب سيدة؟ يلا خلص جيبها التحليل يلا يا عادي بدنا نجيبها. يلا نجيبها، قليلة حيبعث لك هو لك عيسى. يلا يعني جيبها عادي. سيدة هلا انا وياها مع انه كثير اصحاب انا وياها، ولكن هي عندها وجهة نظر وانا بخاف. ليش بدي اخاف؟ يقولوا لي اخراج. هل انت تخاف؟ من شو بدي اخاف يا كبير؟ مع انه سيدة عندها وجهة نظر هلا بشغله وانا عندي وجهة نظر ثانية، بس انه عادي يعني، ولا هي حتقنعني ولا انا حاقنعها. واضح. بس عادي يعني. طيب ليك الغي الجولة، الغي الجولة، الغي الجولة. ايوه وهي سيدة. وين راحت سيدة؟ كنت عم بكبر يا عمي، وين راحت؟ سكرت؟ حتى انفيتيشن اوف، خليها تبعت لنا، خليها تبعت لنا، خليها تبعت لنا. لا لا، على قصة ايمان واللي صاير معه، بس هيدا وجه الاختلاف، لا مش اكثر. يا خيي ما سكرت الانفيتيشنز، سكرت الدعوات. هي عسلامة. هلو سيدة. هلا سيدة كيف بتقولي ابعت لي وانت مسكرة الدعوات؟ اهلا وسهلا، كيف حالك؟ طيبة؟ وانت كيف حالك؟ تمام. شو اخبارك يا سيف؟ الحمد لله. سيدة هيدا كان عم يحكي عليك، قلت له بدي اجيب سيدة، هي ترد عليه. انا ما فيني. لا اسف ما ابغى اعطيك ليك بس عيسى يا اسف. محمد وديع صار. ايوه ما ابغى اسف. سيدة ترى انت مو مرة باينة. اي عادي ما فيني اعمل الزوم بالتليفون تبعي. طب حلو. ايوه سيدة حبيبتي تقول لك عيسى. لا اختي ما قلت شيء، صلي على النبي، لا تهاجميني لا تهاجميني. يلا قل. والله ما قلت شيء. اوكي. ايوه كيف حالك؟ طيبة؟ الحمد لله. وانت كيف حالك؟ والله كله 100. شو هاللوك الحلو؟ قصة الشعر شكرا، الله يسعدك، انت الحلوة. انا شفتك عامل شعر اصفر اخضر كل مرة لون. خلاص دحين هذا اسلامش ستايل. خليه هيك على طول. قصدها القديم. اوكي شكرا. اوكي طيب تمام فهمنا. طيب ايش؟ شو عيونك عملتوا فيا امبارح؟ كيفاش تسكر اللايف؟ مش انا خلصت بطارية التليفون، طفى التليفون. مو سينيال. جيت على التليفون الثاني، لا مش سينيال، طفى التليفون، طفى، ما في سينيال. حظي. قمت عم بطلع على التليفون 3 لقيته الانستغرام راح تبعي. اسمعني، غدوة باش نعملوا طرح تمثيل انا وانت. يلا ابشري. عن اي مشهد؟ عالتيحة. يلا قالوا لي بتهاجم انت لوك عيسى، هاجمت مراد شي مرة؟ ايوه. ليش؟ هلا بعد ما احب شخصيته. ما تعجبني شخصيته. انا شفت المشكله بينه وبين تامر، طريقه الاسلوب في الكلام صفر، وتصرفاته مع خلود مره مو احلى شيء. مره لا. السلام عليكم. مشان نلعب رباعي بس. اوكي حطوا له كتم. السلام عليكم. كريم. عليكم السلام. عليكم السلام. هلا لو. يلا فوت جوله. يعني مثل ما بدك. اي شيء. طبعا. اسمعي ليش ليه سالتيني؟ عيسى تعال. كتبوا لي في التعليقات برشا تعليقات قاعدة تتعاود. ايوه والله انا ضد شخصيته. بس عنده مواقف حلوة كمان ومواقف رجولية عنده. طيب بس ابى اقول شيء، اسلوبه حلو. لحظة خليك معايا صديقي، استنى لحظة خليك معايا. دايما هيك بس نفوت جوله رباعي ما بعرف شو بصير عند السيدة.
هلا رجعت لانه اصحابي ناطرين خارجه وراح سكر بعد طلعت معك هذه الجوله وراح سكر. شوف نعيسه انت محلل ولا يعني ناخذ هيك تكتك الامور؟ انت تحلل الحلقات او ماخذها تكتك؟ لا 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 على الله وبالله اختي ما حلل ولا هم يحزنون. هو من الاول كانت الواحد نتاعو فرفوشه ولكن توا تغير. للأحسن. اتغير للأحسن ولا للأسوأ؟ من الاول كان فرفوش وتوا يعني تحسه صافي شويه يعني ماهوش قاعد جالس قدام الكاميرا، يمكن ستريس ما بعرف. طيب وهذا الشيء سلبي ولا ايجابي؟ سلبي، توا حاليا سلبي، قبل كان ايجابي، توا في السلبي. صح. طب اسمعي تصرفاته مع خلود سلموا عليك من عنده. ما اعرف طبعا انا ما اعرف انت تحبيها ولا زي كده، بس هل انت تشوفي انه انت ترضي؟ بيسلموا عليك من عندي بيقولوا تحياتي لسيدة صبية اسمها هند. ايه كمل يا لو. طيب هل انت تشوفي تصرفات مراد مع خلود انت تقبل انه يكون في واحد رجال في حياتك يتعامل معك بالطريقه دي؟ والله يا لوكايسة إذا أنت بتقبل إنه تكون مع بنت من الجزائر وتتحمل كل شيء كرمال الفانز الجزائري فمبروك عليك، يعني هي اتفاقية صراحة. ليش هي صابرة وقابلة كل هذا الوقت؟ ليش؟ ليش؟ لأنه الجمهور الفانز. لا لو سمحتي سيدة إذا سمحتي لا في صابرة وحدة بس. أوكي قابلة. في صابرة وحدة ما في غيرها. تمام قابلة. لو سمحتي إذا بتريدي. قابلة. لو سمحتي إيه. يعني فهمت؟ يعني كمان ما نخرجوها انه هي ضحيه وانه هو ما بيعرف يتعامل مع المراه، هي قابله وصابره. واول شيء وثاني شيء تصرفها اليوم كانت عم تحكي على ثامر معه وفجاه صارت تمدح في ثامر وتطلب يعني وتعطي في ارائها معه بطريقه حلوه. كون عندك نفس الموقف. انا لو ما احبك لوك عيسى وبحكي مع سيف انه ما احبه للوك عيسى، مو انه لما تفوت معنا في جوله راح اقول واو لوك عيسى شو هالجمال تقبرني اشتقت لك انا، لا كون عند نفس الموقف. هذا نفاق صار. اكزاكتلي. وحبيبي اللي بده الفانز او بده الجمهور بيتحمل العواقب، بس هذه هي. اولا اختي انا لما بتكلم عن رايي كمشاهد مو كمشترك. طيب لانه انا مالي ايوه انا عم بعطيك رايي كمشاهد. وقفي انا مالي. لا انت بس عندك تجربه واحد بس قاعد يشوفنا اكثر، ولا اللي محلل ولا هم يحزنون، ولا ربما اصلا رايي ما حد يكون مهتم يعني في رايي. طيب بس التصرفات اللي انا قاعد اشوف مراد بيقدمها والله خلود قاعده تجري وراء جمهور ما مستحمل عشان جمهور ما. انا التفاصيل دي مره ما بعرف فيها. لكن اذا رايك كمحلل او سيدة قال لك سر سيدة قبل سوري اللي كسر حلو ايه لوك عيسى لا مزيح. لوك عيسى ما تسمع. لوك عيسى فانز خلود. اوكي فهمت. كمل الحديث. اذا انت بتعطي رايك كمشاهد مبدئيا بس عشان اوضح انا احب خلود طبعا اكيد. ايوه احبها يعني اكيد مليون بالمية، بعيدا عن انت ضدها ولا معاها، بس انا تعجبني اختلاف اراء. انا تعجبني ايش اسمه بس ماني فان لها يعني انه المتابعين المصممين وكذا وادافعنا على وهي غلطانه. مالي كذا بس احبها. الادميه لطيفه ما فيها الا العافيه. حلوه ولطيفه، ولكن اذا انت تعطي رايك ما تخلي الناس. بتصدق يا لوك عيسى والله انا احبها كمان، بس احب لايفاتها لحالها يعني تطلع تخبرنا قصص. يا الله جمله تقص عليا سيف. سوري بعتذر هيدا حق علي. صح حقك علي. كملي كي تعطي رايك كشخص من برا ما تخليش انه الناس تفكر انه انت يعني هجومي. لهيك انا سالتك انت محلل او شو نعرف كيفاش نتناقش انا وياك، لانه الكل صار بيكتب لي لوك عيسى بيهاجم مراد فانا قلت شو كنت دخلت في التحليل. الناس نفس الفكره انه انت بتهاجمه. فهمت؟ هلا نايف ايش اسمه محلل وحتى ما اتابع بتابعون واول سيزون اتابعه اصلا. حلو. بس اقول لك شيء وقفي شوفي انا وانت اتفقنا في نقطه ما. انا وانت اصلا ما في موضوع نتناقش فيه. انا سالتك قلت لك هاي تصرفاته كويس سلبيه ولا ايجابيه؟ قلت لي سلبيه، معناته انه في نفس النقطه. بالاول كانت ايجابيه وتوا صارت سلبيه. طيب معناته انه انت في نفس النقطه. معناته تصرفات ايجابيه. انه نهاجمه يعني عنده كي تحب تبرر الاشخاص عنده مبررات علاش ولات سلبيه، ولكن بما انه انت ماكش محلل ما باش نقعدوا نحللوا انا وياك يعني. طيب ابى اقول لك شيء ايش تحليلك؟
ولا انت شفت من الاول تصرفاته مع دعاء كان جدا لطيفة. فرفوش. لحظه لا تصرفاته من بدايه الحلقه كانت فرفوش، روحه حلوه، ما كان مع دعاء كان لطيف. طيب كان بعدين فرفوش، بس لما اذا انت تقعد مع شخص ويكون بس في نكديه في علينا عيون، انا بخاف من الحسد، بس تحكي انت والشخص خطط كيف راح يصير التصويت، حلقه قبل امبارح تقول له شو ابشع شيء صار لك بالحياه، حاجات كيما هكايا. يعني الطاقه السلبيه لما تكون مع شخص فرفوش يخرج منك الفرفشه، ولما تكون مع شخص نكدي يخرج منك النكديه. انا هذا اللي نشوفه. طب اسالك سؤال، يعني كونك انت محلله، ايش سبب الانفصال بين الاثنين؟ انتهت صلاحيه الاتفاق نتصور. في انا اقول رايي. طبعاً. انا في عندي وجهه نظر مغايره. يا جماعه قول. انا بنظري تلاقى البديل الافضل من الناحيه الماديه. والله اعلم. الجائزه يعني خلص انا ما بدي احكي خلص. لوكايسا انت شكون اللي تشوف؟ الله اعلم. ما اسمع ايش؟ مين بتشوفوا ترند في الموسم الرابع؟ يعني كان هو طبعا ما في احد ترند ثابت، بس يعني فتره من الفترات تكون ذكيه ولؤي اوكي. انا بحب وحداتهم، وتيجي فتره يكونوا ايش اسمه لما نيكولاس وفارس سووا ذاك الاحداث، يعني كذا ما في احد ثابت. على شو؟ ما في احد ثابت. اللي قلته ايش؟ بالبنات من البنات انا اشوف انه ذكيه ترند صراحه. ما في مين في بعد في عندك كذا حدا طلع ترند للامانه. انا من البنات البنت الوحيده اللي انا ديما نقولها سيف ونحسها بالحق ليدي هي لارا اللبنانيه. يعني الجمهور الكل اتفق عليها انه حبوها بدون علاقه. صح، هي الوحيده اللي ما عندها مشاكل كمان، يعني كل الناس وافقوا. هي في كذا ترندات، ولكن بالنسبه لي رايي انا بضم رايي لراي سيده لارا. انا بضم رايي لراي سيده. اوكي كمل. ذكيه بس بعدنا ما شفنا ايفا. هنا توا دخلت بسم الله ايفا ذكيه كمان ترند. البقيه ما نشوفهمش. ما شو قلت لكم انا؟ في عندك لارا، في عندك ذكيه، في عندك ايفا، في عندك خلود. حتى خلود عم دخلت اليوم دخلت. يعني كذا في ترندات كثير. صفاء لو مكمله هلا بالفيلا كمان. ترند الموسم هي لارا اللبنانيه، يعني الجمهور اتفق عليها. كي تقول مين ترند الموسم لارا اللبنانيه. اول شيء سيده، انت ايش اللي خلاك تصيري من مشتركه الى محلله؟ والله حبيت نجرب فكره المحللين، وقلت خليني نفهم النفاق. يعني نحب انا تجلدت برشا في الموسم الثالث. شو حسيتي؟ الراحه النفسيه. الراحه النفسيه فيك تقول شو ما بدك مع حدا، ما تقرا تعليقات لوكايسا وتجي تسالهم لي ليا انا. والله عم يقرا التعليقات. هذا سؤال الخاص. هذا سؤال الخاص. خاص؟ اوكي، في التعليق او في الخاص بعثهولك. سؤالي الخاص هذا بالعكس قاعد اقول لك والله. ايوه يعني كملي. ومن الاولاد نشوف لؤي وحسين ادهم في كان في الفيلا، ولكن توا لؤي وحسين وحتى مراد صح. للامانه في كذا حدا، ولكن يعني بين بعض اكثر شيء. يعني بين بعض. انا بالنسبه لي لا رايحك بين الشباب، بس في ترندات كثير مثل ما قلتي عندك انت. بس انا بالنسبه لي كان ادهم ولو باقي كان باقي ادهم. اوكي هلا احسن. طيب مين ترند قسمه مصير على بعضه؟ وجدان. عشان اقطع وجدان. هو قال واحد، شخص واحد من العيال. في فرح، في جيهان، في وجدان، في ايمان، في الغناء، في الاعلانات وعطاك فرح.
ومن الشباب نشوف فارس وعلي جبار. باي. ما باي باي. لا انا باش باي نخرج كوكو. توا سيفا كهو باش نخرج نحضر روحي. انت كمان بدك تهبطي؟ ايوه كهو. يلا يا جماعه ليش؟ قاعدين والله عم نتسلى نتقرمش بالحديث. يعني ناخذ برمة على قولكم. اي يلا باي باي، تشرفت بمعرفتك. يلا انت كمان الله يسعدك، اتشرف. هاي سيدوده. باي باي يا سيدي. انجوي انجوي. باي. انت زيدة وانت زيدة. باي باي. يلا باي. شو فيهم يا جماعة؟ شو فيكم؟ شو بعدنا عم نحكي امبارح؟ عم نقلكم ما نتخانق وكل واحد يقول رأيه عادي وهو برنامج وشجعوا الشخص على حسب شخصيته. والله بيطلعوا من هون بقلكن اياهم، بتفوت من هون بتطلع من هون ولا شيء. انت حكيت على ما بعرف مين، انت حكيت على ما بعرف مين، انت حكيت. استغفر الله العلي. بعدنا امبارح عم نحكي بالموضوع. ما في احلى من المشاكل. بدك مشاكل يعني؟ يلا ماشي، اكيد اطلع مع ايفا. بس انا بنظري بما انه اليوم دخولها خليها ايفا تستمتع شوي مع جمهورها، مع الناس اللي بتحبوها، مع الناس اللي بتحبها. فهمتوا كيف؟ اتركها شوية، ما تكون دغري هيك. اتركوا ايفا تحكي مع الناس، تاخد راحتها، تزبط وضعها، بعدين نبلش نصير نطلع نحن وياها. فهمتوا كيف؟ لانه بعدها فايت اليوم، يعني دغري على فوتتها. صح؟ سيف، دعاء وخلود بنات بلدك، عيب تحكي عنهم. شو عم بحكي عنهم؟ يعني اذا اولاد بلدي ما لازم احكي عنهم شيء بالبرنامج؟ كل شيء بيعملوه صح؟ شو هالمنطق هيدا؟ طيب هن شو عملوا لاولاد بلدهم؟ يلا تعال نازلك هيك. هن شو عملوا لبلادهم؟ سيف انت انسان متناقض. لا انت بتشوفيني متناقض ليه؟ لاني ماني فانز. انت بتفكري بعقليه الفانز، انا بفكر بعقليه المحلل. المحلل لازم يكون يجرب قد ما فيه ينصف الجميع، يحكي على الغلط غلط. اوكي طيب، بس بدي لكم شغله. تعال اللي عم تقلي دعاء وخلود عيب انه ليش توقف مع اولاد بلدك، ما هيك اول شيء. طيب سيف صار عليه مشكله ولا ما صار عليه مشكله؟ سؤالي الك اللي عم تكتبيه لي، صار عليه مشكله ولا ما صار عليه مشكله؟ ابن بلدهم انا ولا ما ابن بلدهم؟ ولا بس هن ابن بلدي؟ ولا بس هن ولاد بلدي؟ اوكي خلود خليها على جنب لانه خلود ما بعرفها. دعاء شو فما تيجي تقولي لي انا ما عتبت بس لما حدا حيجي يحكي حرد عليه بهالطريقه. هاي يعني انت تصفيه حسابات؟ ابدا لا. ولكن لا عم ينطلب مني شيء غيري ما بيعمله. انا اللي بيعمل معي هالقد منيح برد له اياها وزياده، ما ناقصه مشاكل. طيب اوكي انا عادي، لكن انا بحب المشاكل ولكن مثل غيرها، مثل غيرهم. شو مشكلتي مع الارنوب؟ صح ولا لا؟ ها هي بس. فعشان هيك ما اعتبت على حدا ولا طلعت قلت لحدا او لمت حدا قلت له ليه عم تدافع عني. بس ما حدا يجي يلومني او يطلب مني اي شيء. انا هيدي قصه السيزون 2 وقفناها حرفيا. قصه السيزون 2 انه نكون مع طرف ضد طرف وقفناها لاسباب شخصيه، وعشان المحلل لازم يكون على الكل.
من الاخر يعني، عشان بالاخر اللي اكتشفته اخواتي، اللي باخر اللي اكتشفته، بس لكم شغله، اللي اكتشفته بالاخر انه انت مهما تعمل بس توقع ما حدا بدافع عنك، بس توقع ما حدا بدافع عنك، فخلص خلي الموضوع على الكل. اصحابي برات البرنامج، جوا البرنامج الكل يعني الكل. اصحابي برا البرنامج بحتفظ فيهم، واذا ضايقهم كلامي بعد البرنامج بعتذر منهم، بس بقول لهم انا كنت عم بحكي عن شخصيتك بالبرنامج، بس انه عشان شخص صديقي يعني انا لازم احكي عنه بالمنيح بالبرنامج، لا سوري. هيدي انا مشكلتي، وانت صدقني لو انت مكاني يمكن كنت عملت اضرب مني. هيدي مشكلتي، انت ما رح تحس فيها الا اذا كنت الله لا يبلي حدا يعني ويصير معه مثل هيك. اوكي؟ فهي طب انا شو الله جابرني مثلا انه انا اقول والله انا لما بحضر لايف خلود بستمتع باللايف. شو؟ ما انا قلت لكم اياها، قلت لهم صراحه خلود ما تطلع مع حدا وتطلع تحكي لنا قصص، انا من الناس اللي بحب اقعد احضر اللايف للاخر صراحه مهضومه. سيف انا كمغترب احبك لانك غير متحيز لاي دوله عربيه، صورة العرب من خلالك روعة حقاني. شكرا والله، على راسي من فوق يا اختي، شكرا لك، كلامك جميل. بس هي الفكرة شو اخواتي؟ خليني اقول الكلمة بعدين بنقول لكم على وقفة الناس اللي وقفوها مع ايمان، بس خليني اقول لكم شغلة، انه القصة والله العظيم ما بتستاهل كل هالحقد والعصبية. ترى هو برنامج، خذوا الموضوع ضحك، بتحب شخص احكي عنه بالمنيح، حدا هاجمه مش انتقدوا، هاجموا بالشخصي، حقك تعمل بدك اياه، بس مش اذا انتقدوا والله انتقد تصرف معين بالحلقات. شو وين قاعدين نحن؟ وين قاعدين؟ ساعة حرب ولعب؟ على كل حال شغلة تانية، أنا بالنسبة لإلي بقولها للمرة المليون، لما شخص يطلع يحكي فكرة منطقية جدا وأنا اوريدي أصلا عم نادي فيها من زمان، وبخص بالذكر إيمان يعني، فالطبيعي الإنسان الطبيعي إنه لا برافو عليك وكفو، الطبيعي. بس الاشخاص المتعصبة واللي بتحب بس الفتن والمشاكل راح يهاجموها، لانه ما بتدعي للحروب، بتدعي للتوحيد. فهمتوا ليش بحاربوها؟ اوكي؟ عن جد عم تحكي. فها هي بكل بساطة، وطبيعي جدا يعني اي انسان بيحكي هيك ما حنرضى على الظلم. انت عمرك ما دافعت على دعاء ابد حتى دافع عنك، اوكي؟ انت لكن ما حضرت السيزون 2 من اوله، اسألوا دعاء مين أول واحد لما كانوا يقولوا لها الكلمة اللي بتضايقها. مرة فتحت الساعة 6 الصبح، سألوها لدعاء إذا هالكلام صح ولا لا. 6 الصبح عشان دعاء دقت لي كانت مضايقة كتير وطلعت معه. 6 الصبح والله شاهد حبيبي يا سنوت، والله شاهد. ليش؟ لأنه كانوا عم ينعطوها بكلمة هي شخصيا بتتضايق منها لهالكلمة.
عرفتوا كيف؟ بس اللي بدي اقوله شغله كتير مهمه، انه مش معناتها اذا انت بتغلط انا لازم اقول لك ايه برافو عليك شد على ايدك على الغلط. لا. اوكي؟ بالضبط يا نعيمه، بالضبط. هاي المشكله. ليش عن جد ليش الواحد بس يجي يحكي شيء صح او شيء صدق وبيضايقوا غيره، يعني بيتضايقوا غيره؟ ما فهمت. بعدين لكمل على قصة دعاء بس مشان تفهموا. يعني لما أنا بدي راعي مشاعرك لازم تراعي مشاعري. لما أنا بسمح لنفسي أتنمر عليك فما تتضايق من الناس إذا أجت تنمرت عليك. فهمتوا كيف الفكرة؟ فهمتوا كيف الفكرة؟ ما تتضايق. يعني أنت إذا بتفتح الباب، اوكي، باب الحكي او التنمر او الهجوم او وات ايفر او الدراما، طب اذا حدا اجى عملوا عليك طب شو؟ يعني ما باليد حيلة. طب ما انت يعني هي الفكرة. بس انا ضد شو؟ ضد شو؟ ضد انه انا رشك بالمي انت ترشني برصاص. لا، الفعل يكون على قد، يعني ردة الفعل تكون على قد الفعل، مش مبالغ فيها، لأنه بصير الموضوع كأني أنا ناطرك على الدقرة وأنا بدي أعمل فيك وساوي فيك. أوكي؟ في غيري لا، بيستبيحوا لنفسهم يعملوا كل شيء. إذا حدا هالقد ما عجبهم كلامه، هالقد ما عجبهم كلامه، بتلاقيه بيفلت عليه. لا. إيش سوت لك؟ إلي ما سوت لي. اللي ما سوت لي لغير بلا، وانت من اهله يا اختي هند، بس لغير بلا. ليش ما تحكي عن تصرفات مراد؟ ما حكينا كثير عن تصرفات مراد، بس انتوا بدكم للاكستريم. لا، منه هو الوحيد اللي بيغلط، لا، في كثير ناس بيغلطوا كمان. اوكي؟ ها هي بس. شو رايكم نتجسس؟ بس ليه ما عم تكبسوا انتو؟ ليه ما عم تكبسوا؟ سيف تامر شل امل ندى اليوم اوف كمان اليوم؟ يرد على امبارح. اوكي، وبعدين حكي على ايمن؟ لا، بعدين حكي على ايمن؟ سيف شوف حسابك الثاني. يلا ماشي، نبلش نتجسس. يلا، بدكم فقرة تجسس ولا لا اخواتي؟ على اليوتيوب شو؟ بدكم فقرة تجسس؟ فهمت كل شيء الا الخريطة اللي وراك. والله الخريطة وراي غبية صراحة. يعني خليها على الله. كنا ركبتها غلط بس انه حلو. هلا خي ثامر، هلا. يلا فقرة تجسس ولو يا كريستال. تجسس بس نقي لهجة بيضة اللي انا بحكي. بتفهمي على لغتي؟ قصدك اللي اسمعهم قصدك، صح؟ اوكي، فهمت عليك. حساب الانستا راح. ما فينا نتهم حدا، ولكن في حدا هو كتير متهم بالموضوع يعني يا خي ثامر، جمهور معين يعني. بس انا ما تعودت اتهم حدا بلا ما اتاكد. ما بتعرفوا انه انا روحوا لي الانستغرام تبعي؟ ما بتعرفوا انه روحوا لي الانستغرام تبعي؟ لا، ما حدا يحضرها للقلوب البيضاء. حضروا لي الانستغرام تبعي، روحوا لي اياه. والله العظيم امبارح او اليوم، يعني اليوم الفجر بعد، يعني امبارح بس سكرت اللايف عم تفوت على الانستغرام ما
ما قلت ما في حساب، عم جرب فوت عليه ما في. ان شاء الله بيرجع. يعني حكينا مع ناس بلبنان، اوكي، مين المشرفات الموجوده؟ بكا يمكن عملت لها هيدا بالضبط ثامر. يعني وانا ماني كتير يعني اكتف على الانستغرام، بس ما كتير، عرفت كيف؟ ما كتير يعني، عادي. انا التيك توك اكتر اكتف، بس حتى الانستغرام ان شاء الله بيرجع، لانه حتى الشخص اللي عم بحكي معه قال لي كيف قدروا يعملوا هيك، يسكروا لي حسابي. على فكره ما انسرق، على فكره انا حسابي ما انسرق، حسابي تسكر. كيف سكروا؟ صاروا يجربوا يفوتوا بكودات معينه بطريقه معينه، يعملوا لوج ان او دخول على الحساب، اوكي، دخول على حساب، اوكي، بغير اي دي، بغير، ما بعرف، هيدي شغله هاكرز يعني، اوكي. فالانستغرام حس انه في شيء غلط فسكر الحساب. فهمتوا كيف؟ مش انه حدا سرقه يعني، لا مش تامر. هو في طرفين والله ما بعرف ايش، في طرفين. بس لا اتاكد، لانه يعني حتى اليوزرز اللي جربوا يفوتوا راح يجيب لي اللوكيشنز تبعهم. لنشوف. لا صراحة يا سيمبا بستبعد انه كمان يكون صابرة. ما بحس لا تامر ولا صابرة، ما بعتقد يعني، بعاد عن هالشي. ففي طرفين لا نتأكد منه، خير. هلا هنادي، يلا نروح للتجسس. اوه في عنا كتير اشياء نتجسس عليها يا كبيرز. يلا ما تبعتي لي شيء على الانستغرام، لانه ما انا مسكر انستغرام تبعي. برافو عليك يا ايمان يا شطوره. بالضبط لخصت لكم اياها ايمان. المهم لارا، هيدا حساب لارا السوريه، اوكي، لارا السوريه. قال على القليله مالي قاعده بالبيت وفاتحه اسمه نصيب وبدي حلل، ما عم اتخطى البرنامج اذا كان هذا مستقبلك او مستقبلك، ما بعرف شو قصدها. برقع على يلي بدي اياه وبهاجم يلي بدي، وما بعرف ليش اجت على مقاسه كلمة هدول وهاد. شو يعني على مقاسه كلمة هدول وهاد؟ anyway، مين قرب عليه اصلا لماله الربع الدور؟ مين قرب عليه اصلا يلي ما له ربع دور؟ الواضح جدا للكل انه كان في طرفين مو طايقين بعض وما حدا قصر بالتاني، بس ليش لبستوا كلمة هدول ما بعرف. مو طبيعي يا جماعة شلون كل مشترك حابب يركب الموجة ويقول هدول وبقول هدوليك، انا ما حدا له عندي. بس العيب على كل منافق، كان بيني وبينه احترام ومودة، وهلا حب يعمل شو. مين اللي حابب يعمل شو؟ اوكي حبيبي ثامر دن. مين اللي حاب يعمل شو؟ نيكولا؟ ايوه. هلا هو انا شفته امبارح عم بيحلل صح، حاطط الحلقه وعم بيحلل صح. بس شو قال عنا؟ شو قال عنا؟ شو قال عنا؟ شو قال عنا للارا؟ اسكت انت، اسكتي ولك. يا ريت تحلل وحدك بعد تطلع جستات من عيوني. اصلا اللايف نازل من ورا هالشغلات يعني، واكيد عم يطرقوني سينيالات، عشان هيك لايفي نازل يعني هالايام. هنادي تسلميلي على كلمة هدول. اوكي هلا مزبوط. هلا هي لارا كانت بالحزب الثاني مش بالحزب معهم، صح؟ اوكي لو بدي اطلع ورد على كل واحد فيكم بطلع وبرد، ما بقصر فيكم، بس ما عم بيتخطى البرنامج
يلي عم يتسلق على جمهور هو انتو مو انا عايشة حياتي وماشي فيها. ولما عم احكي عن البرنامج بس مشان ارد على قلة ذوقكم. لسه كل اسبوع بيطلع لي واحد شكل والله بتفهم. نحن البنات نحط راسنا براس بعض بس الشباب عم تحط راسها بنسوان. هذا الشيء جديد. شو هالحركات وشو هالمستوى؟ يعني عادة البنات عادي يحطوا راسهم براس بعض، وعاد البنات يحطوا راسهم براس الشباب. بس الشباب مش عادي انه مثل ما قال حسين، يعني انه عاد البنات يحطوا راسهم براس الشباب بس الشاب بيرد لا عيب. شو المنطق هيدا؟ شو المنطق هيدا؟ والله اللي بدق، انا بالنسبه لي اللي بدق الجواب، اللي بدق الباب لازم يسمعوا الجواب. اوكي اكيد ما تمد ايدك عليها، اكيد ما تسب لها اهلها، ولكن تحكيك بترد عليها. اذا بتسكت بتركب على ظهرك بعد شوي. اذا انت مش محترمه انوثتك، طب كيف بدك واحد يحترمها؟ هل من الانوثه انه البنت تسب الشاب، او البنت تقول كلام مش حلو للشاب، او البنت تيجي تمد ايدها على الشاب؟ هيدا بنت؟ هي بنت بتكون هيك يعني؟ شو المنطق هيدا؟ خلينا نكمل. شو هالحركات وشو هالمستوى؟ جاهلته المرة الماضية وما حكيت شي عنه احتراما للرفقة والحكي اللي صاير بيناتنا. لسه وحدة بتقعد بتتخانق على كلمة أصل وتقليد، كلمة مش أنا قلتها، والتاني صار بده يحشر حاله بمشاكل النسوان ماله فيها. هو حكي عن مشكلة مين ومين يا جماعة؟ عن مشكلة مين ومين؟ ليون حبيبتي، وانا كنت من المنتقدين لايمان بهيديك اللقطه. اذا انت ما بتحضري هذا الشيء بيرجع لك. اوكي هذا الشيء بيرجع لك. مين حكى؟ سؤال عمين قصده انه هو بده يحشر حاله بين مشاكل النسوان وما